محمول في مصر معمول عليه زي ما بيقولوا، يعني لو هنصدقهم، يعني بيقول لك اجراءات حمائيه. يعني ايه اجراءات حمائيه؟ يعني الدوله المصريه شايفه ان الصناعه المصريه الوليده في عالم الموبايلات يعني محتاجه دعم وحمايه، فعملت لها ايه؟ فرضت ضرائب او جمارك بمعنى اخر على التليفونات المحموله اللي جايه من الخارج بنسبه 40%. وده رقم يا اخوانا مش رقم حمائي ده رقم استهبال. يعني 40% ده رقم مش طبيعي. ليه؟ لان خد بالك بقى، انا اقول لحضرتك حاجه. لو الدول اللي حواليك عملت عليك اجراءات حمائيه، يعني مثلا جت كوريا قالت لك ايه ده؟ انتوا عامله على الهواوي بتاع، على الموبايلات بتاعتنا سامسونج وبتاع 40%. طب انا اقول لك حاجه، انا اي علبه فراوله هتيجي من مصر، اي برتقال هيجي من مصر، هعمل عليها اجراءات حمايه 40%. مش هتستحمل، انت مش هتستحمل. تاني حاجه، هو لو حضرتك النهارده بتصدر التليفون المصري ده، هتبيعه بسعر 40% اغلى من سعر السامسونج في العالم؟ يعني انت بتنتج السامسونج هتبيعه في العالم بسعر اغلى 40% يا اخوانا؟ ولا هو المعاقب فيها المواطن المصري؟ يعني انا دلوقتي اشتريت تليفون في ايطاليا مثلا يعني، ونزلت بيه مصر، الحقيقه انا دافع ضريبه مبيعات عليه في بلده. ازاي انت تقول لي اوقف لك تليفونك؟ ازاي يعني؟ اصل انا لا جايبه ابيعه، ولا جايبه اعرضه عليك سلف، ولا جاي اتمنظر بيه، ده تليفون يا اخوانا. يا اخوانا عيب والله العظيم، ما تجننوناش يا جدعان.